معانا النهارده اخبار كتير قوي عن النادي الاهلي ونادي الزمالك. بس نخش الاول على اخبار النادي الاهلي. اول خبر معانا كابتن محمد شوقي حصل بينه وبين كولر خلاف بسبب تشكيل ماتش نادي الزمالك اللي فات. طبعا اللي عرفناه متاخر ان التشكيل كابتن محمد شوقي مش عاجبه تشكيل اللي لعب بيه كولر ماتش الزمالك. يعني حتى كابتن محمد شوقي مش عاجبه التشكيل اللي لعب بيه كولر، مش عاجبه. واتكلم في المحاضرة على أحمد نبيل كوكا إن هو ما يلعبش شمال. طبعا راح كولر متكلم كابتن محمد رمضان، قال لك ده محمد شوقي بيدخل في أمور فنية، خليه في شغله. ده الخلاف اللي حصل بين كابتن محمد شوقي وكولر. بس لجنة الكورة في النادي الأهلي لحد دلوقتي مستنية غلطة صغيرة، يعني فيما معناه عايزة كارثة عشان تمشي كولر. مش هيمشيه غير ما يحصل كارثة، أي هزيمة في الأيام اللي جاية، والأهلي مش مستحمل هزيمة. يعني أنت عارف الأهلي يلعب بكرة إن شاء الله مع حرس الحدود، وطبعا حرس الحدود يعني كابتن محمد يوسف، وما أدراك ما محمد يوسف طبعا ابن الأهلي. بس حرس الحدود بقاله 6 مطوشة ولا 5 مطوشة بيكسبهم. بص حتى في الدوري حرس الحدود طلع من التسعة الأوائل، فرقة تقيلة. وربنا يستر بكره الاهلي ما يتعادلش، ربنا يستر يروح حاطط ايده على قلبه الاهلي يتعادل او يحصل اي حاجه. مع كولر الاهلي مش هيكسب لو ما غيرش تشكيل، ما غيرش تفكير دماغه في اللعب. كابتن سامي قمصان كابتن محمد شوقي اتكلموا معاه، بس هو قافل من ناحيتهم خالص، عايز يمشي اللي في دماغه، عايز يغرق الدنيا. احنا ما بنكرهش كولر، بس هو تفكيره دلوقتي حاليا من اول ماتش السوبر الافريقي لحد دلوقتي كولر ما لعبش ولا ماتش كويس. ما لعبش ولا ماتش كويس خالص 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 خالص. ولا ماتش بيراميدز ضاع منه، ماتش الزمالك ضاع منه. ده انت لسه في الاول وبتلعب، اما تروح كاس العالم هتعمل ايه؟ يعني انت دلوقتي بتلعب في القاهره وفي الدوري المصري يعتبر يعني على قدينا، وانت دلوقتي بتلعب مقلق من بيراميدز ومقلق من الزمالك ومش عارف مقلق من مين وبتخاف تلعب. ما تروح تلعب مع انتر ميامي مع ميسي، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ لازم دلوقتي هم مستنيين اي كارثه عشان خاطر ايه؟ ينطروه، يمشوه، ويا رب يمشي بصراحه. اللي هو كده بصراحه يعني خلاها خل زي ما بقول خل. تفكيره خلص ومفيش، هو عمل جاب بطولات بس خلاص بقى، يعني اتكل على الله روح. وافتكروا كلامي كويس، ربنا يستر في ماتش حرس الحدود بكره، ربنا يستر، ربنا يستر. كيف بقى على لعبه كده، اذا طلع 1-0 يبقى كويس، انا ممكن يتعادل. اذا طلع 1-0 يبقى ادعوا لنا كولر يعني زعق له نبي زي ما بيقولوا. كان هو يعني على اللعب بتاعه 1-1، تلاقيه يتعادل يبقى كويس على تفكير دماغه ده. يحط ده هنا وده هنا وده هنا، شالوا ارضه حطوا شاهين. هو ده تفكيره، بيجيب ده هنا وده يجيب ده هنا وده يجيب ده هنا خالص. تفكيره فضي. الدفاع عندنا كل سنه وانتم طيبين. لجنه الكره في النادي الاهلي قررت الاستغناء على 3 لعيبه بس في الصيف، عشان ما حدش يقول لي انت بتقولها في الصيف مش دلوقتي. 3 لعيبه يمشوا في الاهلي. الاهلي حاططهم تحت اختبار، اشرف دياري، يحيى عطية الله، رضا سليم. طبعا انتوا عارفين رضا سليم مصاب، هيجي بالاصابه الاهلي هيوديه اعاره مش هيكمل. يحيى عطية الله واشرف دياري على الصيف لو ما ظبطوش حالهم هيمشوهم الاثنين، 3 دول 3 هيمشوا. حتى وليد الكارتي بتاع بيراميدز هيمشوه مش هيكمل. اتعرض على الاهلي والاهلي رفضه. وليد الكارتي قال لك مش عايزينه، لحد دلوقتي حتى ما مضاش في بيراميدز خالص. بصراحه انا ارجع اقول تاني، مدرب عظيم عظيم عشان ما حدش يتكلم عليه، مدرب بيسيرو مدرب جامد 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 جامد، عشان ما حدش يقول كلام عليه وحش. اما بخصوص زيزو لحد دلوقتي ولا اي حاجه على زيزو. والد احمد سيد زيزو بيدور على عقود احتراف في قطر، في العربي القطري والشمال القطري والعربي القطري، 3 دول. العربي القطري والشمال القطري والقطري القطري، 3 دول بيدور عليهم، 3 انديه دول. قال لك لو فشلت ممكن يعني، بس هو لحد دلوقتي
لحد الان الزمالك طارق زيزو على جنب، لان هو مش عايز يقعد في الزمالك، مش عايز يقعد. والده عايز 4 مليون دولار او 3.5 مليون دولار، مبلغ طبعا خيالي كتير، بس هو عايز. الزمالك طبعا مركز مع مين؟ مع محمود بالتايج عايز يشتريه، مركز مع عبد الله السعيد عشان خاطر يمضي سنتين، مركز مع عمر جابر. طبعا انتوا عارفين ان عبد الله السعيد عنده 40 سنه، وطبعا بص مسك اكرم توفيق ولا كانه شاب صغير. عبد الله السعيد لعب ماتش يموت في ماتش الاهلي ولا كانه صغير، 40 سنه والله ما صلى على النبي جراي. وسع على عبد الله السعيد، ربنا يديله الصحه طبعا. كابتن محمود الخطيب النهارده راح الاستاد الجديد وشافهم ان هم بيحفروا وشغالين طبعا في الاستاد اللي هيتفتح بعد المفروض بعد 200 يوم. طبعا عارفين كابتن محمود الخطيب الف يعني سلام عليه وربنا يشفيه امه بالسلامه. راح النهارده الاستاد واتصور معاهم عشان خاطر الناس طبعا طلبوا منه ايه كابتن محمود الخطيب عايزين يشوفوه طبعا عشان خاطر ايه يبص على الاستاد طبعا وهو شغالين فيه. عايز اقول لكم خبر حلو عن النادي الاهلي، الاهلي بيبحث عن مساك دولي جامد، بيبحث عن مساك دولي جامد. طبعا انتوا عارفين في القاهره هنا مفيش مدافعين في القاهره قليلين، يعني بيبحث عن لعيب دولي، لعيب دولي مساك تقيل قائد الفريق. انت لحد دلوقتي ما عندكش قائد للفريق في الاهلي غير محمد شوقي طبعا جول. احنا عايزين واحد مدافع، داخلين على يعني داخلين على موت. يعني الاهلي هيلعب ماتش بكره مع حرس الحدود، ويلعب الاربع اللي بعدين مع طلائع الجيش، وبعدين هيلعب ماتش في رمضان كل سنه وانتم طيبين طبعا ونص شهر رمضان هيلعب مع انبي رابطه الانديه لو كاس الرابطه. بعد كده مفيش ماتش في الدوري تاني. ليه؟ الدوري هيعملوا قرعه على التسع فرق اللي هيلعبوا بعض، يعني الاهلي داخل على مطحنه. يعني المفروض الاهلي اي ماتش يجي يلعب الايام اللي جايه ماتش كؤوس زي بيراميدز ما عمال يلعب. اي ماتش بيراميدز بيلعبه كاس، مفيش دوري، كاس اللعيبه بتلعب لاخر دقيقه. يعني بيراميدز تحس انه قافش في الدوري، بيراميدز مش عايز يسيبه، طلع الاول فرق 3 نقط. وطبعا المفروض الاهلي يبص على بيراميدز ان هو طمعان في الدوري. طبعا انتوا عارفين ان بيراميدز يعني ايه اللهم صل على سيدنا وبارك سيدنا محمد، هو مش هيكمل في افريقيا. افتكر الكلام ده كويس، هيطلع نفسه قصير في افريقيا. مش كده قفش في الدوري، قال لك انا اخش اخد الدوري من الاهلي واخش دوري الابطال. لكن في افريقيا بيراميدز مش هيكمل، هيطلع من اي فرقه في الدوري المجموعات، مش هيكمل. اذا كمل بقى هيطلع من النهائي، بس مش هياخد كاس عشان البيراميدز ياخد دوري ابطال. استبعدها دي بصراحه، ممكن اي فرقه تاخدها، لكن بيراميدز منافس قصير، عشان كده قافش في الدوري عشان خاطر يطلع اول الدوري. وارجع اقول لكم تاني لاخواتي واصحابي، ربنا يستر على ماتش حرس الحدود مع كولر، ربنا يستر. ان اهم حاجه ان اللعيبه تفوق. طبعا كابتن محمد رمضان عرض كابتن محمد رمضان فرض عقوبه على كل اللعيبه، 20% خصم من قيمه العقد بتاعهم، 20%. اللي ما اتخصمش عليه واحد بس، بن شرقي. قال لك انا لسه جاي اتخصم عليه فلوس، يعني انا لحقت لعبت. الكل اتخصم عليه فلوس كله. بيتكلموا ان اللعيبه غضبانه، قال لك احنا كابتن احنا اتعادلنا ما اتغلبناش بالزمالك، يعني ادينا فرصه. قال لك مفيش خصم 20% من قيمه العقد عشان خاطر انتوا ما لعبتوش ومش حاسين اللي انتوا مش حاسين بالدوري ومش حاسين بالناس. يعني انتوا جبنا لكم لعيبه وبتلعبوا برضه، اي نعم كولر خرب الدنيا، بس اللعيبه برضه عليها برضه عامل، اللعيبه برضه ضايعه خالص، اللعيبه مش قادره تجري خالص، اللعيبه ضايعه خالص. انت عندك الدفاع الاهلي ضايع 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 ضايع. ده دخل الزمالك 40 تمريره ودخل في اهلي جول، يعني مفيش حتى فيهم حد يعني يتزحلق زي ما بيقول يكسر اي حد. مفيش كده 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 40 تمريره. يعني انت بتلعب ماتش بلاي ستيشن وبتلعب مع واحد وعمال مش عارف تاخد منه الكوره، دوس على اللي بيرفع اشيله مع الارض، دوس على اللي بيوسع اخدها منه اشيله اكسره. يعني كان مستموت خالص، فاتحها على البحري. خلوا ناصر منسي بقى اسطوره زي ما بيقولوا. وربنا يستر على ماتش حرس الحدود. ده كان فيديو بتاعنا النهارده مع قناه اللعبه الحلوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.